أحبابنا السلام عليكم. عدنا لكم بفيديو جديد كذلك ماذا يوجد في الحظيرة ديال الكبرانات. اليوم واحد الفضيحة من الفضائح ديالهم هو الاستقبال ديال المنتخب الوهمي ديال القياطن والعجاج. غادي نشوفوا علاش، واش اللي السبب هذا التأسيس هذا المنتخب الوهمي. حتى الكاف والفيفا ما خبرهمش، ولكن الكبرانات في خبرهم واسسوا لنا هذا المنتخب الوهمي، وغادي نتحدثوا علاش. اذا خليكم مع الفيديو الخوت. اللاعبين هادو ما عرفناهم لاعبين، ما عرفناهم عسكر، ما عرفناهم متشردين. جمعوهم وجابوهم ولبسوا لهم التيشيرتات وجابوهم وعملوا لهم هذا الاستقبال وهذا التضخيم اللي عاملين لنا في السوشيال ميديا باش يبينوا بان منتخب وهي اصلا العالم لا يعترف بهم. يعني هذه الجبهه وهذا المنتخب اللي هما باغيين ياسسوه، اللي انا قلت لكم كما قلت لكم في البدايه بلي ان حتى الفيفا ما خبرهاش، ولكن في اخبار الكبرانات بان كاين فريق او منتخب. عاد سمعنا اليوم، عاد سمعنا المنتخب، ولكن علاش في هذا الوقت الراهن انهم خارجين لنا بعد المنتخب؟ غادي نقول لكم في اخر فيديو علاش. كملوا الخوت كملوا. دابا هذاك راه هو اللي كتشوفوا، هذاك السفير الخوت، هذا السفير جا مع المنتخب الوهمي، جا مع المنتخب الوهمي اللي ما خبرش الكاف وما خبرش الفيفا. ها هو شوفوا وجهه قاتله الشمس. جابوه من شي قيطون في الصحراء تماك، جابوه مسكين حرقاته الشمس. شوف لبسوه الكوستيم وطلقين لنا وعاملين له واحد الحقيبه في يده انه السفير، السفير ديال الجبهة الوهمية في دولة الكبرانات، في حظيرة الكبرانات. شوفوا كمرتو حرقه الشمس حرقاته. وهاد اللاعبين كلهم غادي نبارطاجيوكم كذلك. هاد اللاعبين شكون هما؟ واش فعلا لاعبين؟ واش فعلا انهم لاعبين، ولا غير جابوهم ولبسوهم وبينوهم في الاعلام بلي انه المنتخب ديال الجبهة الوهمية انه حضر باش انه عنده مقابله مع مولوديته الجزائريه ولا شي حاجه من هذا القبيل. المهم غادي نخليكم مع الفيديو حتى الاخير باش نشرحوا للناس علاش اللي خلاهم انهم يخرجوا بهذا المنتخب الوهمي. شوف شطحات الشبيكريه. شوف شنو كيعلموا لنا. طاح في الارض. ايوا زيد. شنو كيعلم. ها هو السافر محروق حرقاته الشمس. مين جابوه الله اعلم. زيد.
شهتكم بقلاقل، شهتكم والله العلي العظيم بقلاقل. ناس بزاف الناس غادي يتسائلوا شنو السبب اللي خلى هاد دولة الكبرانات انهم تجيب هذا المنتخب الوهمي. كما قلت لكم في البدايه بلي ان هذا المنتخب يعني ما كاينش في الورق، منتخب وهمي ما معترفه به الكاف، ما معترفه به الفيفا، ولكن الكبرانات جابوه. علاش جابوه في هذا الوقت هذا؟ وعارفين بلي ان خرج بيان من الجامعه الجامعه الجزائريه بلي ان المنتخب او الفينال ديال المنتخب الوطني المغربي مع ضد المنتخب ديال السنغال تأجل. يعني غادي يتم تأخيره، آسف الإخوان، غادي يتم تأخيره حتى واحد الوقت متأخر من الليل. حنا عارفين بلي أن المقابلة غادي تكون مع 8، دابا قال لك لا المقابلة غادي تأخر حتى 10. علاش؟ كاينة أسباب. وهاد الكبرانات الآن كيلعبوا على النفسية ديالنا حنايا المغاربة، ويلعبوا على النفسية حتى اللاعبين اللي غيكونوا في رقعة الملعب. غيلعبوا حتى على النفسيه ديال اللاعبين اللي غادي يكونوا في رقعه الملعب باش يقدموا او يسبقوا مقابله ديال هذه الجبهه، هذا المنتخب الوهمي. غادي يحاولوا ما امكن انهم يقدموه عاد تجي مقابله ديال المنتخب الوطني. هادشي كامل على الهزيمه، وما باغيينش بلي ان المنتخب الوطني المغربي انه ياخذ الكاس من داخل بلادهم، ما باغيينش، وكيديروا اي حاجه باش انهم المنتخب الوطني المغربي انهم ياخذ الكاس. ولكن ان شاء الله بقدره الله سبحانه وتعالى اننا غادي ناخذوا الكاس من داخل بلادهم، كما نهازموا هما في وسط بلادهم ب3-0. هذه الهزيمه اللي ما عمر ما غاديش ينساوها. فالسبب اللي خلى هاد الناس هادو الان انهم يجيبوا هذه الجبهه الوهميه ولا يجيبوا هذا المنتخب الوهمي، وما نعرف مين جايبينهم وما نعرف اش من تريكه جابوهم، ولكن هادشي اللي كنشوفوه راه والله العلي العظيم كيزيد ياكد باللي ان هاد الناس راه مسطيين، هاد الناس راه حمق هبل. هاد الناس هادو كل يوم كيزيدوا يبينوا للعالم، ماشي المغاربه وماشي للجيران، حنايا جيران، ولكن حنايا كنقول لكم بلي ان الله سبحانه وتعالى كل نهار كيزيد ياكدنا مع من حشرنا الله في الجوار، مع من حشرنا الله في الجوار. شوفوا هاد الناس هادو عوض انهم يشجعوا هذا المنتخب ديال الاقل من 17 سنه اللي هو منتخب جار، انهم يشجعوه، ما كيعرقلوا هذه المسيره، هذا النجاح هذا المنتخب هذا، وانه ما باغيينش المنتخب الوطني انه يفوز بكاس افريقيا الاقل من 17 سنه، وجابوا هذا الفريق الوهمي او هذا المنتخب الوهمي باش يلعبوا على النفسيه ديال اللاعبين ويلعبوا على النفسيه ديالنا. ولكن تحيه الجامعة المغربية أنها وقفت وقدمت يعني بلاغ. فالجامعة الملكية المغربية الإخوان باش تعرفوا بلي أنها مصرة أن المقابلة غادي تلعب في الوقت ديالها، كما تلعبوا جميع المقابلات اللي تلعبوا قبل، كلهم غادي نلعبوا إن شاء الله في الوقت ديالنا اللي خصو تلعب، وإن شاء الله غادي ينتصروا وغادي يجيبوا الكاس من فوسط بلادهم. وإذا تلعبت شي مقابلة هذا الفريق هذا المنتخب الوهمي في نفس الملعب او في الوقت اللي خصو يتلعب فيه المنتخب الوطني ضد المنتخب السنغالي، فغادي يكون كلام اخر وغادي نشاركوه معكم باذن الله. اذا حظ موفق للمنتخب الوطني المغربي، وهذا الشيء هذا كامل بارطاجيناه معكم الخوت باش تعرفوا مقولة الحسن المغفور له الحسن الثاني: مع من ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. شوفوا هاد الناس والله العلي العظيم مسطيين، اقسم بربي الكعبه مسطيين. خوت تبارك الله عليكم.